صلي على حبيبك محمد وركز معايا. النهاردة هفجر لك معلومة نطق هتغير طريقتك في الكلام بالانجليزي للأبد. ركز معايا وسيب اللي انت بتعمله بعد اذنك. النهاردة الكلام مهم اوي 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 للناس اللي بتنطق غلط والناس اللي فايتها التراكيب دي. اقسم بالله معلومات بمليون جنيه. عندك النهارده الاس يو ار اي. انا عارف ان الكلمه لوحدها بتنطق شور، معناها اكيد. انا معاك، انا بتكلم النهارده كصوت كتركيبه في نطق الكلمه، وهتسهل عليك نطق الكلمات الصعبه اللي انت بتقول الانجليزي صعب، الانجليزي رخم، الانجليزي ما بيتحفظش. انسى الكلام ده نهائي. النهارده هتحفظ من مجرد نظره للكلمه. عندك التركيبه اس يو ار اي بتيجي في نهاية الكلمة بتنطق جر. يلا بقى زي ما تعودنا مع بعض، فكر وحاول تنطق قبل ما انطق الكلمة. هننطق المقطع الأول. هنا الكلمة من مقطعين، قسمها تري، وادي المقطع التاني جر. برافو، تبقى ايه على بعضها؟ تريجر. برافو، معناها كنز. يلا الكلمة التانية، حاول تفكر، حاول تنطقها لوحدك وتأكد من النطق بعد ما انطقها. ميجر، تبقى ايه؟ ميجر. ودي هتسهل عليك عملية الحفظ زي ما قلت لك. بعد كده الكلمة اللي بعديها ريميجر، تبقى ريميجر. يبقى أول كلمة تريجر، ميجر، ريميجر. برافو عليك، بليجر. طيب الكلمة اللي بعدها حطينا لها حاجة اسمها بريفكس، والبريفكس دي اللي هي الدس، اللي هي بتعكس معنى الكلمة، ودي ان شاء الله هنخصص لها فيديو لوحدها. يلا ديس بليجر. تمام، يبقى ده المقطع الصوتي الاولاني الاس يو ار اي، عشان في بعض الناس بتيجي في الكلمة ما بتعرفش تنطق الكلمة بسبب الحاجات دي. تاني مقطع وهو مقطع مهم، هنا كان اس يو ار اي، شلنا الاس حطينا تي، بقت ايه؟ تشر. يبقى نطق التركيبة على بعضها او الاربع حروف تشر. يلا زي ما عودناكم حاول تنطق معايا واحدة واحدة. نيتشر، تبقى الكلمة ايه على بعضها؟ برافو، نيتشر يعني الطبيعة. يلا كلمة مستقبل وكلكم عارفينها معظمكم، فيوتشر، تبقى فيوتشر. الكلمة اللي بعديها كريتشر، كريتشر يعني مخلوق. فيتشر، فيتشر يعني ميزة. تهالي كده سهل عليك أوي إن النهاردة تحفظ الكلمات دي بمجرد حفظك للمقطع الصوتي. يعني أنت في كلمة تريجر خلاص عرفت إن الأربع حروف اللي هيتنطق فيها جر الاس يو ار اي، هتكمل الكلمة تي ار اي اي، بقت كلمة تريجر، وتقدر تكتبها لوحدك بمجرد بصة واحدة للكلمة. لو عجبكم الفيديو واستفدتوا منه، فضلا وليس أمرا اشترك في القناة وفعل زر الجرس واعملنا وادعمنا بلايك عشان يجيلك كل جديد في سلسلة نطق اللغة الإنجليزية وتعليم اللغة الإنجليزية. إن شاء الله في أقصر وقت بإذن الله هتعرف تقرأ وهتعرف تتعامل مع المادة بمنتهى السهولة. أشوفكم إن شاء الله على خير في فيديو جديد وقواعد نطق جديدة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كان معكم مستر رمضان مهران من قناة رمضان أونلاين.